السلام عليكم متابعين قناة زوم 14. بدأت مراحل الأدوار الإقصائية في كأس العالم قطر 2022، ويجب علينا أن نزيد من تغطيتنا لهذه البطولة الكبيرة والعريقية. اليوم سوف نتكلم عن أولى 4 مباريات في دور 16 من كأس العالم. سوف نتكلم عن الأربعة الآخرين إن شاء الله في فيديو قادم. اشترك في القناة وفعل زر التنبيهات حتى لا يفوتك هذا المحتوى الرائع، وهيا بنا نبدأ في حلقة اليوم. اليوم سأتكلم عن مواجهتين في أول يوم، وكانت مواجهة دور 16 في يوم الأول مواجهة هولندا والولايات المتحدة والأرجنتين وأستراليا. هولندا فازت بثلاث أهداف مقابل هدف على الولايات المتحدة. هولندا استطاعت أن تكتسح المباراة بالطول وبالعرض، ولكن حين تقدمت بهدفين استطاعت المنتخب الأمريكي أن يكون لهم ندا ويسجل هدفا بعد مرور 60 دقيقة من الشوط الثاني. عوامل نجاح الهولنديين كانت ممفيس ديباي، اللاعب الذي قدم مباراة ممتازة بسبب تحركاته داخل الملعب، وأيضا الموهبة الساطعة بقوة جاكبو الذي سجل الهدف الأول أو الهدف الثاني خلال هذه اللقاء. وعندما نرى أداء هولندا يجب أن نشيد بالمدرب لويس فان خال الذي يوظف اللاعبين في أماكنهم تمركزا رائعا، وخصوصا بليند اللاعب الذي يلعب في الظهير الأيسر ودومفريس الناحية اليمنى. اللاعبان يقدمون مستويات ممتازة جدا ويطيعون للفرقة أن يفتحوا الملعب بطولا وعرضا، خصوصا دومفريز أن يسجل هدفا وصنع الآخر خلال المباراة. وتأهلت هولندا إلى دور ربع النهائي لسه في ربع النهائي. أما المنتخب الأرجنتيني فقد فاز بهدفين مقابل هدف على منتخب أستراليا، وبهدف رائع لليو ميسي الذي افتتح التسجيل، وبعدها عد جوليان الفاريز وسجل الهدف الثاني للأرجنتين. المنتخب الأرجنتيني كان يلعب مباراة هادئة في الشوط الأول في محاولة لاستكشاف الخصم، ولكن في الشوط الثاني استطاع الأرجنتينيين أن يحسموا الهدف الثاني، ولكن التراجع المبكر للمدرب ليونيل سكالوني كان له أثره في أن تتقدم أستراليا بهدف أول في اللقاء، ولكنها كانت على أمتار قليلة تتعادل وتذهب المباراة إلى أشواط إضافية. انتصار يمكن أن يكون مقلق بعض الشيء للأرجنتينيين من حيث الأداء، ولكن يجعلك تواجه هولندا في دور ربع النهائي في مباراة قوية جدا. أما في اليوم التالي فلعبت أيضا مباراتان، فرنسا وانتصار كبير وبأداء جيد جدا على المنتخب البولندي. نجم فرنسا الأول كيليان مبابي الذي سجل هدفين في خلال اللقاء وصنع الهدف لأوليفيه جيرو الهدف الأول. المنتخب الفرنسي يقدم نسخة ممتازة لم يتوقع الكثيرين من هذه النسخة، وقدم أداء رائع ومتميز خلال المباراة، خصوصا خط الوسط المكون من رابيو الذي استعاد بريقه مرة أخرى بعد سنوات عجاف في اليوفي، وتشاوميني اللاعب تشاب الذي تألق في ريال مدريد والآن يسطع نجمه في منتخب فرنسا، وأيضا عثمان ديمبلي الذي عليه فقط أن يركز في دقة تسديداته. وعلى الناحية الأخرى يوجد اللاعب الذي تعود عليه فرنسا وهو كيليان مبابي الذي يعد هداف البطولة حتى الآن وب5 أهداف. الدفاع الفرنسي جيد جدا في البطولة بقيادة اللاعب فايل فاران وبمكانه بجانبه، ولكن لوكاس هرنانديز يشمل الجهة اليسرى بعد إصابة أخيه ثيو. أما في مباراة أخرى ففاز المنتخب الإنجليزي ب3 أهداف مقابل لا شيء على منتخب السنغال. المنتخب السنغالي قدم بطولة لا بأس بها وأداء جيد خلال مرحلة المجموعات، ولكنه لم يحالفه الحظ في مواجهة المنتخب الإنجليزي الذي يعد من المرشحين الأقوياء للبطولة. المنتخب الإنجليزي بدأ المباراة بثلاثي خط وسط من أول مرة، بوجود كل من هندرسون ورايس ولاعب بنجلام الذي يعد الآن هو العامل المحرك للفريق وهو دينامو الفريق خلال البطولة. بنجلهام يقدم مستويات ممتازة مع المنتخب الإنجليزي خلال البطولة. الأهداف جاءت عن طريق هاري كين الذي استسجل أول هدف له خلال البطولة واستعاد بريقه مرة أخرى، وأيضا بقايو ساكا سجل هدفا هو وبنجلهام. مواجهة أخرى قوية في دور ربع النهائي بين فرنسا وإنجلترا تنتظرنا في دور ربع النهائي أظنه ناري.
المباراة القادمة سوف نشاهدها ونحللها معا، ولكن اشترك في القناة فستتم تحت المتعة. وشكرا لكم على متابعة الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.